السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ديليس كراميلا، ومرحبا بكم في وصفة جديدة أو فيديو جديد. اليوم إن شاء الله الوصفة ديالنا غتكون ثلاثة ديال الأشكال ديال اللوز. نتمنى إن شاء الله الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي، إلا عجبكم الفيديو عجبكم المحتوى، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، اللايك، وخليو لي كذلك تعليق. وبالنسبة للناس قدام ما تنسوش لايك وتعليق، ونبداو على بركة الله. وغنبداو بالعجين اللي غنخدموا بها الحلويات ديال اللوز. هنا عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض مع 125 غرام ديال الزبده. انا درت هنا الزبده ديال لي بواط، وعندنا معلقه كبيره عامره ديال السكر كلاصي، ومعلقه كبيره كذلك ديال العسل، وواحد رشه ديال الملحه. من بعد كنبدا نبسبس هاد الخليط، يعني كندخل هذيك الزبده في الدقيق مزيان حتى كتلبس اولا كترمل مزيان. ومن بعد كناخذوا مزهر هو باش غنعجنوا هاد العجينه ديالنا، نحاول نعجنوها بمزهر باش كيجينا المذاق زوين. غنخدموها عادي العجينه، نحاول ندلكوها وخليوها شويه قاصحه، يعني ما تكونش مرخوفه بزاف، تخليوها شويه قاصحه، لان غنخليوها غنديروها في بلاستيك غذائي وغنخليوها تقريبا واحد الساعه في الثلاجه. هذا هو القوام ديال العجين. مباشره غنديروها في بلاستيك غذائي وندخلوها الثلاجه. بالنسبه للوز، هذه عقده اللوز كنت وجدتها من قبل. دائما اللوز كناخذوه وكنديروا عليه مطايب وكنقيو، ومن بعد كنخليوه ينشف ليله كامله. هنا القياس اللي درت ديال اللوز، درت كيلو ونص ديال اللوز اللي دخلت معاه 750 غرام ديال السكر سنيده، كندير شويه ديال المسكه حره، وكندير 100 غرام ديال الزبده، وتقريبا واحد 4 كاس ديال المزهر، ما بين 4 كاس حتى نص كاس ديال المزهر. حاولوا تخدموها بالكف ديال يديكم باش ما تلق لكمش الزيت حتى كتدخلوا هذيك الزبده والمسكه الحاره وما زهر. ومن الاحسن الى عملنا لها هاد، يعني عملنا العقده الزبده، نخليوها تقريبا واحد 3 ديال الساعات في الثلاجه باش كتشرب هذوك المواد اللي درنا. هنا كنزيد قبل ما يعني نسيتها، كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الجليكوز حتى هي كندخلها في هاد العقده باش كتجيني معلكه. هنا قسمتها على 3 ديال القطع، لان غندير 3 ديال الشكيلات، وكل شكل غنديرو في بلاستيك ونخليه كما قلت لكم في الثلاجه واحد الساعه. بالنسبه للكعبه غنبدا بها هي الاولى، درت العبار ديالها ما بين 15 حتى 16 غرام. الا بغيتوها شويه متوسطه، الا بغيتوها حجم عادي كديروا 18 غرام. قبل ما كنبدا في الكعبه كندير هاد الحريبلات الصغار اللي كنعبرهم كاملين وكنديرهم في واحد الطبيسيل اولا في شي بلاطو، وكنغطيها باش ما كتنشفش هاد العقده، وكنبدا نخدم بها بوحده بوحده. بالنسبه للعجين غنطلقوها، يعني النمره الاخرى. هنا ناخذوا العجينه اللي غنبدا نقسموها على قطع، وغنطلقوها في هاد لاباغاي ديال اللي كنديروا بها الشباكيه، ونحاولوا نطلقوها تكون رقيقه بزاف. هنا يا اما كديروا شويه ديال الدقيق اولا كديروا الزيت، المهم نتوما شوفوا الطريقه اللي غتجيكم سهله. انا درت غير شويه ديال الدقيق، ولكن مره كندير يدي في الزيت باش كنبدا نشكل الكعبه. هذه هي الطريقه كيفاش كنشكلها. انا غنحاول ندير، يعني نحاول نقرب المره الجايه باش تشوفوا الطريقه باش كنخدم. دائما كنضغطوا على الجوانب وكنشكلها بحال شكل الهلال، وما نخليوش العقده غليظه. نحاول نطلعوها مزيان، ودوك الجوانب كنحاولوا نرقوهم. هذه الطريقه كما قلت لكم غنحاول نقرب شويه باش تشوفوا يعني الطريقه كيفاش كنخدم الكعبه. دائما العجينه اللي كتشيط لينا نحاولوا نجمعوها نديروها في بلاستيك باش كتطلق. هذه العقده كنحطها كندير يدي فيها شويه ديال الزيت، ومن بعد اول حاجه كنضغط على دوك الجوانب ديال العجينه اولا ديال العقده، وكنبدا ندور وانا كنحاول نطلع الوسط، كنطلع العجينه الوسط وكنرققها. نحاول نضغطوا على دوك الجوانب باش نشكلها بحال هكا بصبيعاتي باش تشكلنا بحال شكل ديال الهلال، وكنقادوها وكنحطوها في بلاطو اولا في شي صينيه وكنخليوها حتى كتنشف تماما. هنا كنخليها انا ما بين 24 حتى 48 ساعه، المهم حتى كتنشف. نديروها في واحد البلاطو، نغطيوها بواحد المنديل ونخليوها تنشف. مع يعني بالنسبه للكعبه ما طيبوهاش في ساعتها، خليوها حتى كتشوفوا انها ولات قاصحه.
هذا هو الشكل ديالها. ومن بعد غندوزو الشكل الثاني. هنا بالنسبه للعبارات اللي عبرت ديال هاد الكورات درت فيهم كل وحده 12 غرام. كما كتشوفوا بالنسبه للعجينه غير حاولوا تخليوها ترتاح، راه كطاوعكم في الخدمه وكتجي مزيانه. هنا كناخذ واحد الساخكل اولا طابع اللي غنطبع به دائري على حسب القياس اللي غندير هذاك المول. بالنسبه للطابع اللي غنخدم به هو داك الطابع ديال المعمول كما شفتوا. كندير كنطبع العجينه على شكل دائري، ومن بعد كناخذ العقده وكنديرها الوسط، وكنحاول دائما نحيد دوك الزوائد ديال العجين، ما نخليوش العجينه من التحت غليظه. من بعد كنكوروها غير شويه. كما قلت لكم انا بالنسبه للعبار راه 12 غرام كتجيكم قد مع الطابع، وكنضغط عليها وحتى الطابع كنرشو عليه واحد شويه، اي شويه ديال الدقيق اولا شويه ديال الزيت. هذا هو الشكل ديالها. يعني طريقه اللي هي سهله بالنسبه للحلويات اللوز. لا بغيتو ديروا بحال هكا تشكيلات كتجي سهله في الخدمه. دائما كنديروها وكنحاولوا نضغطوا عليها شويه صافي، غير كننزلوها اولا كنضربوها مع الخامه صافي كتزول بسهوله. غنكملوا بنفس الطريقه وهي كذلك غنديروها في واحد البلاطو وغنخليوها نغطيوها بمنديل ونخليوها كما قلت لكم 48 ساعه من الاحسن حتى كتنشف. وغندوزو الشكل الثالث اللي غناخذوا هاد الطابع. يعني بالنسبه لهاد الطوابع راه متوفرين في السوق وحتى الثمن ديالهم ما غاليش بزاف. كناخذوا مره اخرى هاد الساخل وكنطبعوا على العجينه على شكل دوائر، وكناخذوا القياس. بالنسبه لهاد العبار حتى هو درت فيه 12 غرام، وبالنسبه للكعبه ما بين 15 حتى ل 16. 15 كتجي متوسطه و18 كتجي شويه كبيره. كنحيدوا العجينه اللي زايده وكناخذوا داك الطابع اللي غنخدموا به هو هذا، وكنضغطوا عليه باش كيتشكل لنا ديك الزواقه ديال الطابع في العجينه. يعني الطريقه اللي هي سهله كما قلت لكم. الا بغيتوها كديروا حلويات اللوز ما تعذبوش معاهم. يعني شريو هاد الطوابع وخدموا بهم. غنكملوا بنفس الطريقه. وكذلك بالنسبه لهاد الحلوه اللوز غنديرها في طاوه ونغطيها بمنديل ونخليها حتى كتنشف. يعني حتى كتحسوا بالعجينه راه هي قاصحه. تقدروا ما بين 24 ساعه حتى ل 48 ساعه كتنشف. يعني نحاولوا نمسوها ما خصهاش تكون مازال رطبه. تقريبا كاع حلويات اللوز خصنا نخليهم ينشفوا باش ما كيتنفخوش. يعني ملي كندخلوهم للفران ما كتنفخش العجينه. نضغطوا عليها غير شويه ما نخليوهاش عاليه بزاف. انا حاولت باش نقرب لكم، ولكن من الاحسن كتخدموا فوق سطح العمل باش كتجيكم الشكل ديال الطابع مزيان. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات اللي نزلت لكم في العيد ينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تخليوا لي تعليق. يعني اي واحد شاف هاد الفيديو وعجبو اللي دير لايك وخلي لي تعليق، وتاكدوا بان الجرس واش مفعل ولا لا. لان كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل بزاف السيدات يعني كيصيفطوا لي هكا دي ميساج كيقولنا غبرتي وهذا، لان الفيديوهات ما كيتوصلوش. حاولوا ما امكن تاكدوا من الجرس واش مفعل او لا. هذه الكعبه كما شفتوا خليتها 48 ساعه حتى نشفات مزيان. كناخذ واحد الابره بطبيعه الحال اللي كتكون معقمه وكنبدا ندير ثقب فيها. يعني ندير 3 لتحت وجوج في الجوانب. انا راه عامله لهم كاع يعني قبل ما ندير هذا. يعني درت الكعبه كامله تكيتهم، ومن بعد كناخذ الزبده وكندهن الجوانب ديال الكعبه. يعني ما ندهنوش لتحت، من الاحسن دهنوا غير الجوانب. وغندخلوها الفران طيب على 180 درجه الحراره من الفوق ومن التحت حتى كتذهب وتشد اللون ديالها. وكما قلت لكم غندخلوها الفران طيب من الفوق ومن التحت حتى كتذهب وتشد اللون ديالها. غندوزو الشكل الثاني حتى هو غنتكوه بالابره وغندهنوه كذلك بالزبده. هنا بالنسبه لهاد الحلويات اللوز راه خليتهم كما قلت لكم 48 ساعه حتى نشفوا تماما.
كناخذ الزبده، من الاحسن الزبده تكون يعني من نوع جيد، لان كتعطيها حتى واحد كتعطي لاباط مذاق زوين، وكتساعد حتى لاباط باش يذهب اللون ديالها. وغندخلوها الفران بطبيعه الحال. هذا هو الشكل الثالث، حتى هو غنتكوه وغندهنوه بالزبده، وغندخلوه الفران يطيب على 180 درجه الحراره من الفوق ومن التحت. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر، اولا صيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الصفحه ديالي على انستغرام اللي غنخليها لكم في اول تعليق. هنا من بعد ملي كيطيبوا هاد الحلويات اللوز كاملين، هما مازالين سخونين، كندهنهم بالناباج، دهنت الكعبه ودهنت الحلويات الاخرين ديال اللوز، وكندخلهم الفران غير كيتشمعوا شويه. حاولوا ما امكن تدخلوهم الفران يكون طافي حتى داك الناباج كيتشمع فيهم وكينشف. انا بالنسبه راه كنوريكم ما تدهنوش، ما ديروش طبقه غليظه ديال الناباج، حاولوا تمسحوا البانسو عاد دهنوا به. المهم كديروا واحد لاكوش اللي هي رقيقه بزاف، وكتدخلوهم الفران يتشمعوا اولا غير ينشف فيهم، ومن بعد كتحيدهم. يعني حاولوا ما امكن انكم تدخلوا من الفران هو طافي اولا كيكون هي سخون شويه. هذا هو الشكل الثالث اللي زيناه بباط داموند اللي درت فيها بودره الكاكاو من بعد ما دهنتهم لاباج. وهذا هو الشكل ديال الكعبه ديالنا. وهنا بالنسبه لهاد الحلوه الثالثه حتى هي عملت فيها هاد الحبيبات اللي كيكونوا بالالوان. نتمنى ان شاء الله الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات جديده وفيديو جديد، والى اللقاء.